السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال يا رب. النهارده بصوا بقى الفطار حاجه كده ايه من الاخر. اكل سهل وخفيف وكل حاجه بس يفتح النفس وجميل. هحضر ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تتبيله الفراخ اول حاجه معايا في الخلاط بصلايه، وحدتين فلفل، واحده فلفلايه خضراء، واحده فلفلايه حمراء، معايا معلقه من الصلصه، ومعايا معلقه من الثوم، معايا ليمونه، معايا شويه من الخل، شويه من الزيت. ودي الاساسيات. وحطي بقى التوابل اللي بتحبيها. انا هحط ملح وفلفل اسمر وبهارات فراخ وشويه من الكزبره. انتي بتحبي تحطي حاجه تانية مفيش مشكله، اللي بتحبيه حطيه. هتبل الفراخ زي ما احنا شايفين. معايا فرخه متقطعه على تقريبا 8، وبرضو تبلت معاها الكبده والقناصه بتاعتها وقطعتها كده وبيتها ليله في التلاجة بالتتبيله. يعني انا برصها دلوقتي على شبكه الشوي. تاني يوم العصر كده قمت طلعتها وحطيت الصينيه اهو تحتيها، وهحط في الصينيه كوبايه ميه. بعد ما دخلتها الفرن شويه قيمه مثلا حوالي نص ساعه، طلعتها وحطيت بقى ايه من التتبيله بتاعتها على وشها، وكل شويه بدهنها كده بالفرشه وبقلب الشبكه على الوش ده شويه وعلى الوش ده شويه. وفي الاخر لما لقيتها استوت فتحت عليها الشوايه، اتحمرت من الناحيه دي ومن الناحيه دي. ريحتها كانت خطيره. طيب، وانا اثناء ما دخلت الفراخ الفرن كنت بدأت في الكبسة. معايا هنا معلقتين سمنة بلدي كده حلوين وشوية صغيرين من الزيت. حطيت معاهم بصلاية مفرومة وبدأت ان انا اشوحها. انا طبعا البصلاية دي مش بنحمرها ولا بنديها اي لون خالص، هي بس تدبل شوية في السمنة. هحط بقى معاها جزراية مبشورة، طماطماية مبشورة، معلقة من الصلصة، وحدتين من فصين حبهان، ورقتين لورا، واحدة لومي، ممكن تحطي عود قرفة سليم اللي هو القرفة الخشب لو متوفر. طب انا معايا 3 كوبايات من الرز البسمتي مغسول كويس، وهعمل لهم ايه بقى؟ هحط على كل الحاجات اللي انا شوحتها في الحلة دي 6 كوبايات من المية. يعني كل كوباية من الرز ليها كوبايتين من المية. غليت المية مع كل البصل والخضار والتوابل، ونزلت عليها بعد ما غليت بالرز بتاعي. طب ايه التوابل؟ كان معايا معلقة كبيرة من بهارات الكبسة، بهارات جاهزة كده بتيجي من عند العطار، وشوية صغيرين من الفلفل الاسود، ومعلقتين من الملح، معلقتين من معلقة من الكاري، معلقة كمان من بهارات الفراخ علشان الكبسة بتاعتنا تبقى متطعمة بنفس الطعم اللي في الفراخ. سبت الرز بقى على نار هادية، وكنت نقع شوية كده من الزبيب في كوباية مية. حطيت الزبيب ده بعد ما اتنقع شوية على وش الرز من فوق، بس في نص الحلة كده، يعني في جزء من الحلة، عشان مش كلنا بنحب الزبيب في الرز. معايا طاسة وشوية مكسرات ومعلقة سمنة بلدي، وشوحتهم او اديتهم تحميرة صغيرة كده. وسويت في الكسرولة الصغيرة شوية الكبد والقوانص او الكبداية والقناصة بتاعت الفرخة. ادي المكسرات بتاعتي، وده السيرفيس اللي فيه الزبيب. يعني حرصت ان الزبيب ما يبقاش في المتقلب في الرز كله. وادي على الوش الكبدايه بتاعتنا والقناصه. وكنت عامله كمان صوابع جلاش باللحمه، بس معرفش راحت فين. والله ما عارفه راحت فين فعلا، محدش صورها. تعرفوش احنا مركزين جدا الصراحه. كل سنه وانتم طيبين، وجربوا الكبسه ويا رب تعجبكم.